السلام عليكم حبايبي تلاميذ السادس، شلونكم؟ ان شاء الله زين. اليوم راح ناخذ صورة الشرح مع المعاني وحل المناقشة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتأمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العلي العظيم. النجم إذا هوى، النجم إذا سقط، ما ضل صاحبكم ما ضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الهدى وما غوى ما اعتقد باطلا ما ينطق عن الهوى لا يأتي بقول من نفسه بل كل قوله من الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى إنما ينطق به رسول الله ما هو إلا وحي من الله يوحيه إليه. شديد القوى هو جبريل عليه السلام ذو مرة ذو قوة. استوى استقر دنا اقترب ما كذب الفؤاد ما كذب فؤاد النبي ما رآه ببصره أفتأمرونه على ما يرى أفتجادلونه أيها المشركين على ما رآه جبريل وعظمة الله ولقد رآه نزلة أخرى أي على صورته مرة أخرى وذلك في السماء ليلة أسرى به عند صدرة المنتهى وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة عندها جنة المأوى أي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين أولياء الله. راح ناخذ المناقشة. ما المقصود بقوله صاحبكم؟ المقصود أنه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بمن أقسم الله سبحانه وعلى من كان قسمه؟ ناخذ من الشرح. جواب النقطة الثانية. أقسم الله عز وجل بالنجم إذا سقط من مكانه ليرمي به الشياطين إن محمد ما ضل عن طريق الهدى وما اعتقد باطلا وهم يعرفون هذا. هل ينطق رسول الله عن الهوى؟ كلا. الجواب الكامل ناخذه. أن الذي ينطق به رسول الله ويدعو إليه ويعلمه ما هو إلا وحي يوحيه الله إليه. من شديد القوى؟ شديد القوى هو جبريل عليه السلام، فالجواب هنا جبريل عليه السلام. هذا الجواب. ما معنى صدرة المنتهى وما الذي يوجد عندها؟ صدرة المنتهى هي شجرة عظيمة سميت صدرة المنتهى لانسلاء علوم الخلاق إليها وهي عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة عندها الجاء والتي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء المتقين. من أين أسرى الله تعالى برسوله ولا أين؟ الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى هنا حبايب انتهى الدرس. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. إن شاء الله أشوفكم بدرس جديد. مع السلامة.